كفتة مشوية على الفحم في البيت من غير دخان كتير، ومشوية مش بريحة الفحم. قمر وجميلة جوسي وحلوة. يلا بينا نشوف حضرناها ازاي. بس قبل ما نبدأ هنصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، نسبة الدهن 25%. نزلت عليها ببصلة صغيرة وقرن فلفل صغير، فرماهم فرم ناعم، واخدة المية بتاعتهم، وضيفها على 2 فينو صغير او 1 فينو كبير، وحطيتهم على اللحمة، وضفت معلقة كزبرة ومعلقة بابريكا ومعلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة ملح. هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها، وهسمغ اللحمة بايدي تسميغة كويسة قوي. وانا بفضل التسميغ اللحمة بتاعت كفتة الحاتي تكون بالايد. قمر وجميلة وعسل، والانسجة بتاعتها شايفينها تحفة. يلا بقى نشوف ازاي هنشويها في المطبخ من غير دخانة. اولا انا ولعت فحم على النار، وجبت ورقة فويل سكنتها في صينية. وهنا بقى حياتي بصبع الكفتة على السيخ. الحياتي يشتغل ويعمل في صمت. عايزة اقول لكم ان هي قمر قوي سهلة والله. هنزل بقى الشبكة بتاعة الفرن الكهربائي، هحطها. لو اسياخي طويلة مش هحتاجها، بس انا الاسياخ عندي صغيرة. هحط بقى الكفتة بتاعتي، وبهواية الحاتي ههوي، اللي هي الكراسة يعني. دي هواية الحاتي. ههوي كده. تمام. الدخانة اللي بتطلع اصلا دخانة بسيطة مش كبيرة قوي، كأنك مثلا بتقلي سمك في البيت او حاجة بسيطة، دخانة، او بتحمري بصل كده يعني. الكفتة دي يعني طعمها جميل، وعمري ما كانت توليع الفحمة بتديكي نفس النتيجة. انا هنا بقى عشان اعمل سلطة دقوس قطعت بصل وفلفل وطماطم.